هو شنو الفرق بين الحدثين؟ خلونا نتجاوز مفهوم الضعف الحاصل عندنا وكمية الانتهاكات اللي تعرض لها العراق وشعبه، هذا الموضوع صار عندنا بطيخ وزلاطة وملينا المعدة، لكن ليش حياة المواطن العراقي غالية من جهة ورخيصة من جهة ثانية؟ ليش حياة الصياد اللي تم قتله من الجانب الكويتي غالية ونطالب بالثار ونطالب بدخول الكويت ونواب تحكي وشعب والموضوع ترند والى اخره، وهذا الموضوع صحي وحقيقي ولازم يصير. بس هذا الموضوع الصحي والحقيقي والترند والثار ما يصير من جهة الراعي، الراعي اللي تم قتله من الجارة العزيزة. شنو السبب؟ ليش حياة المواطن العراقي رخيصة من جهة وغالية من جهة ثانية؟ ليش ما تكون غالية بغض النظر عن نوع الدولة أو الجهة اللي انتهكتها؟ ليش سيادة العراق مهمة من جهة الكويت أو أي دولة ثانية مجاورة، بينما رخيصة أو عادي حتى لو تنتهك من قبل الجارة العزيزة؟ شنو السبب؟ زين، احنا لحد الان ما جاي نعترف بالكويت على انه هي دولة، مو ذاك القضاء اللي كان تابع للبصرة وبعدين اخذوه البريطانيين قبل لا تأسس الدولة العراقية اساسا. احنا هاي الدولة لحد الان ما معترفين بدولة، نريد نضمها للعراق، بينما احنا من جهة ثانية قاعد نحول العراق كله الى محافظة ايرانية. فاحنا ايش قاعد نسوي؟ من جهة احنا نريد نضم دول إلنا، ومن جهة احنا العراق كله محولنا الى حديقة خلفية للجارة العزيزة. ليش؟ ليش حياة المواطن تختلف بين جهة وجهة؟ ليش سيادة العراق تختلف بين جهة وجهة؟ ليش ما تكون السيادة وروح المواطن العراقي وكرامته بغض النظر عن كان كردي مسيحي سني صابئة والى آخره، انه هي مهمة بغض النظر عن الجهة اللي انتهكته او اتجاوزت عليه؟ ليش؟ السلطة ايش قاعد تسوي بينا؟ ليش قاعد احنا نحترم قراراتها وقاعد نمشي بيها مثل ما هي تريد؟ ليش ليش وليش وليش وما قاعد نفتهم احنا ايش قاعد يصير؟ ليش حياة المواطن العراقي تختلف من جهة وجهة؟ ليش؟